وزي ما بنجيب حاجات جديدة وأفكار جديدة كده بتسهل علينا، تعالوا مع بعض نشوف مع بعض أول فكرة معانا، وهي استخدام الفويل. كتير بنعمل حاجات على البوتاجاز وبنبهدل الحيطة. نرش أي سبراي مية أو أي حاجة ونلزق كده ورقة فويل، وقت القلي والتشويح والحاجات دي هتلم كل الدهون، نقدر نتخلص منها بمنتهى السهولة من غير ما تتعبنا. تاني فكرة معانا، لو ساندوتش ميكر بتاعك بايظ مش عندك اصلا، ممكن تعملي توست باستخدام المكوى. تلفيه كده بورق زبدة وماشي عليه بالمكوى، هيطلع بجد سيح وجميل جدا يعني. عايزه اقولك بقى ان كور الكريسماس، ودلوقتي سيزون بتاع الكريسماس كتير بتيجي من غير الفتله اللي فوق دي، من السنه للسنه ممكن نستخدمها باستك بالشكل ده، هيبقى معانا ثابت وجميل ونقدر ان احنا نستخدمها تاني. عايزه اقولك بقى الفكره دي كمان حلوه جدا. استخدمت ان السولوتاب ان انا الف على ايدي بالعكس كده، وابتدي الم لو في تراب في الارض او حاجات، لو انا ما عنديش جاروف بتلم معايا الموضوع بكل سهوله زي ما انتم شايفين، ونقدر ان احنا نتخلص منهم بمنتهى السهوله. اكياس السلك جل كلنا عارفينها، بتيجي مع الشنط والجزم والشوزات، دي بقى ما نرميهاش يا جماعه، دي نحطها مع الاكسسوارز، بتحافظ على الاكسسوارز من الرطوبه والصدى وتغيير اللون. الكولا يا جماعة من احسن الحاجات اللي بتودي الصفار والسواد اللي بيبقى في الكومبينيشن، جربوها، سيبوها شوية كده وتدعكوا بيها كومبينيشن، عايزة اقول لكم بيرجع بجد ابيض ومنور تاني. الفكرة دي بقى بجد براءة اختراع. الفكرة دي ان انتي تمسكي كده لو في دهون، وتبتدي تسخني المكوى البخار عندك وتمشيها كده على كل البوتاجاز، بتدوب الدهون جدا على الحيطة على كل حاجة، وتقدري كمان تعقمي بيها الرخام. بجد حلوة قوي، خصوصا لو حطيتي حبة نقطتين خل كده مع المية، بجد بتعقم الدنيا جدا. الليفة لو انتي في مكان ما عندكيش حامل ليفة، وطبعا ان انتي تسيبيها كده على الرخامة بتلم بكتيريا، باستخدام مشبك نقدر ان احنا نوقفها ونعمل لها ستاند كده وحامل هولدر زي ما انتم شايفين. البيانات بتاعتنا مهم جدا ان احنا نشيلها، واحسن طريقه بشيلها بيها هي الكحول، بتضيع خالص البرينتنج او الطباعه اللي موجوده على البيانات، وتقدري ان انت تتخلصي منها بكل سهوله وكل امان. بالنسبه للبيض بقى، دي مش فكره، دي معلومه. البيض ساعات كتير نسلق بيضه وننسى هي دي مسلوقه ولا مش مسلوقه، لفها كده حوالين نفسها، لو لفت بسرعه زي ما انتم شايفين دي كده مسلوقه، لفت ببطء زي كده حوالين نفسها، بصوا ببطء، لا دي كده مش مسلوقه ونيه، فاللي بسرعه دي المسلوقه. حلو الكلام، احفظوها بقى. فكرة تانية علشان نضيع الروايح اللي بتبقى في التلاجة في الفريزر، ان احنا نحط ملح ومعاه بن، ونبتدي نقفله كده ورقة الفويل ونخرمها ونسيبها في التلاجة، بتمتص كل الروايح اللي احنا مش حابينها في التلاجة او الفريزر. بجد حلوة جدا الفكرة دي، لازم تجربوها. لو عندك بقى الحمام بتاعك، بصوا هو دي للتوضيح، الازاز شفاف او انتي في مكان وعايزة تغطي، او الحمام منور وعايزة تضلميه، برضه بسبراي ورق فويل كده هيخلي الازاز دارك معاكي، وتقدري ان انتي تبقي فيه خصوصيه في التويلت وانتي موجوده. المشروب ده بقى يا جماعه انا بعمله كتير جدا لحرق الدهون، وهو القرفه والجنزبيل، بجد حلو قوي. بس مهم ان انتوا ما يبقاش عندكم او ما تشربوش عليه لو عندكم مشاكل في القولون، ولو عندكم بطنكم حساسه حلوه بعسل عشان يبقى هادي كده على المعده، ما يبقاش حامي، وبجد قبل النوم بيحرق الدهون وبينيم وبيهدي وبيدفي في الشتاء ده. تصفية الزيت بقى، بصوا بقى اللي بيخلي الزيوت تلزق في الحلة ان الزيت بيفضل فيها وقت كبير، فبعد ما تخلصي الزيت صفيه في الجار كده عندك علشان تستخدميه مرة تانية والحلة ما يلزقش فيها الزيوت. دي طريقة حلوة جدا للليفة، ان انتي تستخدمي اي سيخ الكفتة كده، ان انتي تعملي الليفة وتمسحي من تحت التلاجة وديب فريزر، بجد سهلة جدا. قولولي بقى جربوا اي فكرة، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان نتشجع اقول لكم افكار